عليكم. محمد نزار مصباحي، عضو اللجنة التقنية مكلف بقطب التكوينات. حضرنا اليوم برنامج ديال عقد اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والجامعة الإسبانية لكرة السلة. تاهم واحد العدد ديال النقاط، منها التكوين المستمر. يعني البلد هذا الإسباني هو ريفيرونس في مجال كرة السلة، والمغرب إن شاء الله يستفد كثير من هذه الاتفاقية هذه. كانت بجانبها كذلك اتفاقية شراكة ما بين مجد طنجة وفريق من غرناطة، وهذا في حد ذاته كيبين أن المنطقة الشمالية كرة السلة فيها إن شاء الله بخير. هناك أندية في هذه المنطقة كتعطي منتوج جيد. بالنسبة للقرعة ديال نهائي كأس العرش، هذه الكأس اللي عزيزة على الشعب المغربي، عطات واحد العدد ديال اللقاءات اللي هي حاسمة، لا من ناحية الإناث ولا الذكور. وكما لاحظتوا داز هذا الشيء في جو بديع وجو يعني راقي. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون هذه هي النهضه ديال كره السله من الان فما فوق ان شاء الله. شكرا.